يا صباح الفل والياسمين عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. قبل اي حاجه وقبل اي كلام وقبل ما ندخل في روتين النهارده نصلي مع بعض على حبيبنا النبي. اللهم صل وسلم زد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. متنسوش بقى نحط لايك وشير وسبسكرايب في القناه، لسه اول مره تشوفيني شرفيني باشتراكك الحلو ونوريني وزيد عيلتي الحلوه عشان نكبر بيكم بعد ربنا ان شاء الله. النهارده كده روتين يوم الجمعه بداته كده من وقت صلاه الجمعه. صلاه الجمعه، سبحنا، قرأنا أذكارنا، قرأنا سورة الكهف طبعا. أول حركة عملتها في السجادة كده، بحب ريحة السجادة تكون ريحتها كويسة كده وريحتها عطرة بمعنى أصح. هنا خلصت صلاة على طول، وكان عندي كنت غاسلة انا على بيات ونشرت، وكنا هنا حوالي خلاص الساعة واحدة ونص. فقلت خلاص بقى ايه الم الغسيل كده، لان كان في غسيل تاني هيتنشر، يعني هو حوار لمي واغسلي وانشره وحطه والكلام ده كله. ابقى اقول لكم اهو لمينا الغسيل وهننشر وهنطبق ونرجع نغسل تاني، ودايره ما بتخلصش خالص، ربنا يعيننا عليها يا رب. هنا بقى دخلت المطبخ عشان اجهز الغدا، كنت داخله حوالي الساعه 2 وشويه. تمام. جوزي جاب له حمار. تمام. او ما تتخضوش، جاب له حمار وقال لي عايز اكل زي اللي بشوفه على النت. اللي هو ازاي يعني؟ هو انا بطبخش؟ هو انا يعني بتوع النت اقل مني في حاجه؟ طبعا ما لقيتش فرصه احسن من النهارده ان اوريله ان انا اكلي احلى ولا اكل بتاع النت اللي بيقول عليه ده. فبالنسبه للحمار، فهو ده الحمار، بيقولوا عليها سمكه الحمار. انا معرفش بيسموها كده ليه بصراحه، او ان كان لها اسم تاني او لا، بس هنا في المنطقه اللي انا فيها، لان بيجيبوها من البحر كده جنبنا. وبالمناسبه البحر اللي عندنا، نعم، البحر اللي عندنا اللي هو فرع دمياط المتفرع من فرع النيل. تمام. فبيجيبوا منه بقى السمك ده، واسماك غريبه بصراحه يعني. فالمهم بقى ايه، ندخل بقى في الخلطه والوصفه على طول كده. قطعت طبق طماط شرايح وقرن فلفل. الفلفل ده كان حامي. عايزه اقول لكم الاكل كان زي الفل وكان جامد جدا، بس كان مولع جدا جدا، فانت خلي بالك. ينفع تحط فلفل الوان اخضر واصفر واحمر. الفلفل الاخضر اللي هو العادي ده مفيش اي مشكله. هنا بقى زي ما قلت لكم قطعت طماطم وبصل والفلفل والثوم وملح وكمون وليمون وشويه خل وشويه زيت، وضربتهم في الخلاط بكوبايه ميه. طبعا انت لو عندك كبه احسن بكتير. انا الكبه بتاعتي بايظه، مش هي الوحيده، وهي وجوز خلاطات بايظين تحت السرير، مش لاقي حد يصلحهم، او بمعنى اصح مكسله ادور على قطع الغيار بتاعتهم. يعني كل ما ابعتهم لحد يقول لك ايه ده محتاجين قطع غيار وحوار ومش عارف ايه، فقمت جايباهم ركناهم تحت السرير لحد ما ربنا يأذن يتصلحوا بامر الله. هنا بقى ضربت الخلطه كده زي ما انتم شايفين، بقت سايله معايا نوعا ما، وانا كنت عايزه الخطوه دي لان كنت كده هحتاجها يعني. فطبعا ضربنا طماطم، بصل، فلفل، كمون، ملح، ليمون، خل، شويه زيت. هنجيب بقى الحمار بتاعنا او السمكه بتاعتنا ايا كان بقى، الله ربنا اللي عالم باسمها. طبعا جبت طبق، انا كنت غسلاها كويس جدا، كنت منضفاها حلوه قوي، بالنسبه بطنها تبقى نضيفه جدا مفيش فيها اي حاجه اصلا. فهي كانت عندي من فتره كنت انا نضفتها، كانت هي والبياض. فانا نضفتها. السمكه وزنها حلو، وزنها يعدي الكيلو وشويه على فكره، هي ممكن تبان في الكاميرا صغيره، لكن هي في الواقع في ايه بابا، لكن هي في الواقع لا كبيره، مش صغيره، فاهميني. هتبلها بقى واسيبها كده في التتبيله القمر دي شويه. عايزه اقول لكم اصلا اكتشفت ان الفلفل حار بعد الحركه دي، يعني بعد ما قلبت الخلطه بايدي كده، طبعا ايدي مغسوله كويس جدا. لقيت نار في ايدي نار في صوابع ايدي الاتنين. بقيت خايفه بصراحه، بس ما كنتش متوقعه انها تبقى حر بالطريقه اللي احنا اتفاجئنا بها على الاكل. طبعا انا عندي اولاد صغيرين، فكان عيب مني اني ما دقتش الفلفل اصلا، لان كان في واحده، فالعيال للاسف ما اكلوش، واضطريت اعمل لهم سندوتشات بيض بعد الاكل ده كله. ما علينا يعني، بس حلوه اتاكلت. انا وباباهم كلناها يعني، هي اتاكلت، بس كاطفال وعيالي كده لا، كانت صعبه حرفيا. انا عايزه اقول العيال بقت تعيط، انا ما كنتش لسه دقت ولا قعدت، بس كان الاكل والع نار. بس بالنسبه للطريقه دي مفيش منها اي مشكله، لو انت بتحبي السبايس على فكره ماشيه معاكي جدا يعني. تمام. وينفع معاه فلفل الوان. لا وانا بقى ايه، زدت البله طينه وقطعت من نفس الفلفل في قلب الصينيه تاني في قلب الحشوه اللي هعملها تحت السمكه. تمام. هنجيب بقى بصل برضو تاني. طبعا نص التتبيله انا كنت نزلتها على السمكه، والنص التاني سبته فوق بره في الخلاط زي ما هو. اقطع بقى بصلتين كده شرايح مع حبتين طماطم شرايح، لو عندك بطاطس حطي بطاطس، جزر حطي، فلفل كتير حطي، انا ما كانش عندي الصراحه غير الحاجات اللي قدامكم دي.
بعد كده بقى نزلت بباقي الخلطه، هدعك بها الخضار ده كله، هدعكه كويس جدا. طبعا كان في ملح وفي اي حاجه، انا ما حطيتش اي حاجه خالص وغير شويه زيت الاخر اللي هحط لا اكتر ولا اقل. تمام. هنفرش بقى الخضار في الصينيه كده، وبعد كده هشيل السمكه بتاعتي احطها عليه كده، وهدخلها الفرن من تحت. هتقعد لها سمك، طبعا اي سمك عامه ما بياخدش معانا وقت خالص خالص خالص، يعني هي 20 دقيقه بالظبط كانت جاهزه معايا سوا وتحمير، وكانت زي الفل. ربع ساعه من تحت و5 دقايق تحت الشوايه، يمكن اقل من تحت اقل كمان. يعني لو فرنك بيسعف مش هتاخد منك ربع ساعه، بس انا عشان فرن البوتاجاز عندي بايظ بقاله فتره، يعني ايه مطلع عيني شويه وبيغلبني، خدت مني وقت. بعد كده بقى دخلتها الفرن بقى، وعندي شويه مواعين هغسلهم. الا طبعا بقى اللي هي اطباق التتبيلات، مش عارفه الفيديو ماله كده، في حاجه غلط. هغسل بقى من الخلاط الاطباق بقى، القطاعات، السكاكين، الحاجات دي كلها، بحيث ان انا عما اخلص الغدا ما يبقاش ورايا اي حاجه خالص، او في كلكعه ورايا يعني. انا مش عارفه ارجع اعدل حاجه في الفيديو تاني على فكره. انا وقفت الفيديو مونتاج ورجعت ابص لقيت العيب في حاجه، بس في تقل وانا بسجل مش اكتر. المهم هنغسل المواعين كويس جدا، وهنضف الحوض. طبعا بقى انا يوم السمك ده ما بحبش يبقى فيه اي زفاره ولا اي مواعين في البيت، لان الواحد بعد ما بياكل ويخلص ومجرد ما يشم ريحه زفاره او حاجه من دي، بتبقى الريحه سيئه جدا، بتبقى حاجه مش كويسه يعني. بعد كده هجيب الرز بتاعي اغسله كويس جدا. انا كنت طاويه من نصه، ولكن قلت لا هيبقى قليل، فقمت ايه عامله الكيلو كله. عملت كده الرز كله. طبعا بقيت اقلب فيه كده لو في محتاج في حاجه تشال، عفرايه، طوبايه، اي حاجه كده يعني. بس يا ريان، وبعد كده هغسله غسيل كويس. طبعا انا هعمل رز صياديه جنب السمكه النهارده، هعمل رز صياديه. تمام. الرز الصياديه بقى ليه انواع كتير، اللي هم الناس اللي هم بتوع الصياديه نفسهم بقى، اللي هي بورسعيد، دمياط، الكلام ده كله لهم طريقه. تمام. انما سمك النهارده بالطريقه بتاعتنا، يعني اللي هي بتوع المنصوره، اللي هي لا بصي ابسط طريقه تتخيليها. هنحمر بصله لحد ما تبقى لونها غامق معاكي خالص، مش اللي هو هتتحرق، لا هتبقى تغمق معانا خالص كده، يبقى لونها بني بس مش محروق. تمام زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بنزل عليها بكوبايتين ميه وشويه ملح وشويه كمون، وبسيبها تغلي تاخد غلوتين اتنين، وبعد كده بنزل بالرز بتاعي. الحركه دي هي اللي بتديني اللون البني للرز. ما بحطش بقى لا صوص ولا بهارات تانية ولا اي حاجه غير الكمون وشويه ملح. والبصله بتغمق معايا، بحط عليها كوبايتين ميه وبسيبها تغلي بس. هنا بقى كان في ربطتين جرجير كده، قلت انضفهم. طبعا انا في فيديوهات سابقه قبل كده نضفت معاكم خضره كتير، ولكن بقى قلت بما انه روتين وبنجهز غدا مع بعض، فهنكمل مع بعض الفيديو لحد الاخر. فبس بمسك كده الراس بقى، بتبقى البوزه بتاعتها من فوق كده، بقسمها نصين وبنضفها كده بالسكينه. ولو في اي ورقه صفرة متقطعه شكلها مش حلو او مش تبع الجرجير وكده بشيلها. وبعد كده بنقعه في شويه خل او بغسله كويس جدا. وبعد كده بحط عليه شويه خل عشان يفضل لونه اخضر شويه ويطهره برده من البكتيريا او اي حاجه. وما تخافش الخل ما يعملش حاجه في الخضره، بالعكس بيحافظ على لونها وبيخليها كويسه جدا وبيطهرها يعني. هنا بقى كان الرز بتاعنا، اللي حطيت الرز بتاعي وقلبته وظبطت الملح بتاعه والعقد بتاع الميه بتاعته، وسبته يستوي بالطريقه العاديه اي طريقه يعني. هنا بقى السمك بتاعي كان ما شاء الله استوى، ما خدش مني زي ما قلت لكم تلت ساعه ويمكن اقل. شغلت المفرونه تحت الاول وغطيت عليها كده وسبتها تاخد وتدي، ما قلبتهاش والله ولا جت جنبها. ومفيش بس اللي قبل ما ادخلها الفرن حطيت كده معلقتين زيت كده على وش السمكه وعلى كده. هنا بقى كنت محمره فلفل وكنت عامله طماطم بالدقه، بس الفلفل بتاعها كان احمر ما كانش اخضر، عشان كده مش باين. السمكه مستويه حرفيا معانا، ريحتها كانت قلبة الدنيا، التتبيله بتاعتها كانت خطيره، ولكن للاسف كانت حاره جدا جدا جدا. ده الرز بتاعي بعد ما استوى. طبعا ده الجرجير كمان، الجرجير بعد ما خلص نشفته كويس جدا، دي التتبيله. وطبعا عملت قلت لما قلت لكم الفلفل، برضو الفلفل كان نار. عايزه اقول لكم ما كانش فيه حاجه على الصينيه. ده المخلل اللي كنت عاملاه. ما كانش في حاجه على الصينيه، حرفيا بارده خالص، كان الدنيا كلها. بس الاكل حلو مش وحش، اللي هو يخليك تاكل غصب عنك ويشدك للاكل. الاكل كان طعمه حلو جدا وكان جامد جدا، بس للاسف ما كانش معاه اولاد لان اطفال صغيرين وكان الموضوع صعب عليهم.
لكن انما ككبار واحنا وليكي لو انت ليكي في السبايس حلو حباها برضو ممكن تعملي اللي هو ممكن زي ما قلتلك في اول الفيديو تستبدليه بقى بفلفل بارد وفلفل الوان، بيبقى جامد جدا مع شرايح بطاطس، بيبقى حلو جدا. وده كان روتين النهارده، وده كان غدا النهارده، وده كان حمار النهارده او وصفه غدا النهارده. وبكده اكون عملت له اكله احسن من بتاع النت الف مره. بحبكم في الله، وبتمنى ما تنسونيش من دعواتكم. ادعوا لي بتيسير الحال وراحه البال، وان ربنا يشفيني ويعافيني ويبارك لي في ولادي، وربنا دايما يحسن ما بين ايدي وايدكم يا رب، وربنا يوفقني للخير. بس متنسوش تحطوا الفيديو بتاعي عجبك ووصلت معايا لاخر الفيديو، متبخليش عليا بلايك وشير وسبسكرايب في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بامر الله. بحبكم في الله ومع السلامه.